بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عندنا مكرونة بالبشاميل من أروع ما يكون. نقدر بك نقول لكم ديروها نفس الطريقة، هي باللحم بالملحي أو لا. هنا أنا استعملت هذه النوع تاع هذا، ونستعملوا أي نوع حبيناه. أول حاجة نحطوا البرمة تسخن ونحطوا فيها شوية زيت، ونحطوا عليها البصل والثوم. وهنا اختياري طبعا سنارية قصيتها تقريبا بهذا النوع. طبعا اكيد لازم ورق الرند، انا حطيت بلاك روعه. هنا انا ملح وفلفل وراس الحانوت والفلفل العكري الحار والهريسه اكيد الحار. وهنا بعد ما قليتهم مليح زدت اللحم المفروم. انا احيانا والله نديرها بلا لحم مرحي، نفس الطريقه ما نحطش غير لحم مرحي. بعد ما يتبل اللحم مرحي مليح نزيد نحطو عليه طماطم كعب مرحية. انا كنت طيبتها قبل ورحيتها، يعني طيبتها ورحيتها، هذا مكان ما زدت لها حتى اضافات. نخليها مليح ونزيد طماطم طبعا. انا حسب اللي يعني تحبها حمرا بزاف شويه كيما حبيتو. انا حطيت زوز مغارف راني زدت من بعد. واكيد نقديوها نمرقوها بالماء يغلي. هنا حطيت تقريبا شوي زوز كيسان. هنا اذا حبيتوا انتم المقرونه تجي يعني فيها صوص بزاف ولا يعني شويه، وعلى حساب واش نكونوا طيبناها قبل، ونخليوها تغلي. هنا القرطه الحار اكيد. هنا كنت طيبتها المقرونه وحطيت لاصوص. هنا كاين اللي يحط البيشاميل ويحطها طيب. انا نفضل اني نحطها وهي هاك الساعه طيب تتجمر مليح في الكوشه، ومن بعد نخرجها ونكمل نحط الوش تاع البيشاميل، ونحط شويه بيشاميل في المقرونه نفسها، ونخلط باش نقصوا شغل الحموضه تاع الطماطم. بصح انا تعجبني هكا ما نحطش ما نقصش يعني لا طماطم ولا نحطها برك طيب في الكوشه هك ودرك، وندوق طبعا على الملح، ويعني نتاكد انها يعني ما ناقصها والو. صعبه نحط اللي يحب يحط كل شيء بعدها اوكي، انا بصح نفضل هذه الخطوه. ودرك نصب البيشاميل عادي، بيشاميل اللي يعني انا عارفاها حليب وفرينه، ونديرها برد على البارد يعني في الحقيقه. وهنا نحطوا اي نوع تاع جبن عندنا، اي نوع تاع فرماج عندنا متوفر، تسمى بين يعني نكراتينيو الوجه برك. وفي الكوشه هنا راح تقريبا تحمر من الفوق برك، ونقصها. انا نفضل ان ناكلوها باه تجينا ابن، ناكلوها وهي في البلا تاعها بعد. بصح انا حنقصها باش نشوفها مع بعضنا. وطبعا اكيد ندوقها. هنا سخونه تغلي طبعا، واكيد بنتها وهي سخونه ما زالت ما بردتش. هنا اللي يحب اضافات زيتون ولا وش يحب، انا هكا ديجا روعه. هنا اللي يحبها انا هكا من يعني ملاحه، اللي يحبها زايده في لاصوص وش هي طيبه.